لو كنت مريض ضغط أو سكر وخايف من زيارة عيادة الأسنان فالفيديو ده ليك. أهلا بيكم، أنا دكتور إيهاب، دكتور أسنان، ومعكم النهاردة في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد ومهم، وهو إزاي بنتعامل مع مرضى السكر والضغط في عيادة الأسنان. تابعونا عشان تعرفوا إزاي نقدر نخلي زيارتكم مريحة وآمنة في عيادة الأسنان. وأول حاجة هنتكلم عنها هي مرضى الضغط. مرضى الضغط لازم يكونوا حذرين جدا أثناء زيارة دكتور الأسنان، لأن ارتفاع الضغط ممكن يسبب مشاكل أثناء العلاج. عشان كده احنا بنطلب من المريض إنه يبلغنا سواء بياخد أي أدوية أو أي مشاكل عنده صحية. عشان كده احنا عندنا مريض الضغط لازم نقيس له الضغط في العيادة قبل أي إجراء هناخده ليه في العيادة، سواء خلع أو حشو أو زراعة أو غيره أو غيره أو غيره. ففي الحالة دي لو ضغط المريض عالي فاحنا بنستنى لما يوصل الضغط بتاعه للمعدل الطبيعي عشان نبدأ الإجراء بتاعنا. بالنسبة بقى لمرضى السكر فالموضوع بيكون حساس وخطر شوية، لأن مرضى السكر بيكونوا أكتر عرضة للعدوى والتهابات اللثة وتساقط الأسنان، وكمان بيكونوا عندهم صعوبة في التئام الجروح. فعشان كده احنا لازم ناخد بالنا في عيادة الأسنان من مرضى السكر بنفس الأهمية إن لم يكن أكتر من مرضى الضغط. عشان كده بنطلب من مرضى السكر انهم يعرفونا مستوى السكر في الدم او اي ادويه بيتناولوها. بالنسبه لمريض السكر احنا بنفضل ان يكون مواعيده صباحيه بعد ما يفطر وياخد ادويته بالكامل. واثناء العلاج احنا بنستخدم تقنيات حديثه وادوات معقمه جدا عشان نقلل من خطر العدوى، وكمان بنستخدم بنج موضوعي امن لمرضى السكر والضغط. وبعد العلاج احنا بنوصي المريض انه يلتزم بحالته الصحيه وبالتعليمات اللي احنا اديناها له عشان يقلل من خطر اي مضاعفات ممكن تجيله بعدين. في النهاية حابب أقول لمرضى الضغط والسكر إن زيارة دكتور الأسنان مش صعبة ولا حاجة بتخوف زي ما الناس متخيلة، على العكس تماما، إحنا هنا عشان نساعدكم ونخلي زيارتكم مريحة وآمنة.